تعالوا اقول لكم على علاقات خطيرة لازم تاخدوا بالكم منها علشان سلامكم النفسي. العلاقة الأولى، العلاقة مع شخص نرجسي. اكتر شخص اناني ومش شايف غير نفسه في الدنيا، يقنعك ان انت اميرة الاميرات لحد ما يمتلك قلبك، وبعد كده يا حبيبتي هينزلك 7 أرض على جدور رقبتك. اول ما تحس بتفاخر وتعالي مستمر من الشخص اللي قدامك، فرمل العلاقة فورا. انا قلت لك اهو. العلاقة التانية مع الشخص الاعتمادي، ده اللي بيعتمد عليك في كل حاجة، رامي عليك المسؤولية الكاملة، سلبي، جبان، ضعيف الشخصية، لازم انت اللي تتصرف في كل شؤونه، بتلاقي نفسك معاه مستنزف من كل شيء. بقولك ايه، العلاقة دي لازم تفرملها، وإلا والله لا تندم لو كملت فيها. العلاقة الثالثة، علاقة التقديس. ركزوا بقى في دي، مهمة. الإنسان اللي بيقدسك بيكون منتظر منك عطاء فوق طاقتك، ومستني منك تديه كل حاجة على قدر احتياجاته هو، مش قدرتك انت. ولو ما اديتوش اللي هو محتاجه يقلب عليكي ويطلعك إنسانة وحشة. لو انت في علاقة زي دي، اعرف ان التقديس الجميل ده على المدى الطويل هيدمرك، لأن مهما اديت هتكون مقصر، ففرمل العلاقة واخلص. العلاقة الرابعة، علاقة العمى. دي بقى علاقة متعبة جدا جدا من أولها، إن الإنسان بيكون بيتعامل مع حد مش شايفه أصلا، معمي. ليه؟ علشان بيكون بيتعامل مع مشاعر قديمة لحد انتهى أصلا من حياته ومش شايف الشخص الجديد. لو لقيت الشخص بيتلكك لك على حاجات أصلا انت ما عملتهاش، أو بيقول عيوب فعلا مش فيك، يبقى هو أصلا مش شايفك، هو شايف العلاقة اللي قبلك وبيطلعها عليك، ففرمل. العلاقة الخامسة، العلاقة مع الشخص الموسوس. ده إنسان صعب جدا في التفكير، كل حاجة عنده مشكوك فيها، متعب جدا لأنه كتوم وبيفكر في الحاجة 1000 مرة قبل ما يقولها أو يعملها. أكتر شخص بيتعب معاه هو الشخص التلقائي أو العفوي، اللي في قلبه على لسانه ده بيطلع عينه أسئلة وشك، وقصدك ايه من الكلمة اللي انت قلتها. بقولك ايه، لو لقيت الشخص ده فرمل العلاقة برضه. لسه في علاقات تانية خطيرة جدا قال لنا عليها دكتور محمد طه في كتاب علاقات خطرة. فولو بقى وسبسكرايب عشان تشوفوها الفيديو الجاي. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.